هعمل غدا النهارده ايه؟ سمك. تمام. فجبت السمك، ماما كانت جايبهولي فطلعت 3. تمام. طبعا على قد الاسره انت بتاعتك بتطلعي ايه السمك اللي انت محتاجاه وتنضفيه زي ما انتوا شايفين كده. انا ان شاء الله هعمله النهارده سنجاري، يعني اول مره في حياتي اكل. يعني لا، مش انا اكلته قبل كده بس كنت بجيبه جاهز، اول مره اعمله في البيت، يعني ان انا اقطعه زي ما انتوا شايفين كده. بس الحمد لله يعني ايه عرفت اقطعه. كنت خايفة جدا ان يتبهدل مني ولا كده. واقول لكم على حاجة كمان، لو انت اول مرة تفتحي السنجاري البلطي كده، ممكن تحطيه في الفريزر، يعني ايه يمسك نفسه كده عشان ايه ميتهرش منك. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. جبت السكينة كده، من بوز السكينة من فوق كده تروحي فاتحة كده من الظهر، نازلة على تحت، وبتروحي قاسمة الراس كده نصين. بص دي من غير ما اتكلم كده. تمام. هبدأ بقى ايه ان انا اجيب دي الراس اهي. فتحته بقى وايه ونضفت بطنه تحت الحنفية، وقلت اعصر عليه ليمون. تمام. اعصر عليه ليمون بس مش تحطي في ميه يا جماعه، لو حطيت في ميه هيطري كده هو ليمون كده من غير ميه. ليمون كده وبتسيبيه. قلت بقى ايه انضف مكان الحوض وكده، واغسل بقى الصينيه. وبرضو ايه لما تيجي وانت بتعملي غدا يكون في كوبايه مواعين حاجه مكان الاكل تغسليها، علشان لما تخلصي الغدا مش يكون وراكي مواعين كتير. فانا قلت اغسل المقص والطبق والصينيه اللي كنت بنضف عليهم، وكمان اغسل الحوض من الزفاره وكده. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لعندي هنا ممكن تعملي لايك واشتراك. اشتركوا يا جماعه، انا اول مره اعمل روتين، يا رب يعجبكم وقولوا لي في الكومنتات بقى الروتين عجبكم ولا ايه. واصور روتينات بقى في المطبخ وكده. تمام. تعالوا بقى يا جماعه، بعد ما نضفت الحوض قلت اعمل الدقه بتاعه السمك. قبل ما احط عليه الخضار جبت قرن فلفل من الاحمر و2 اخضر. اروح احط عليه كمان ايه 3 فصوص من الثوم. احط عليه شويه من الكزبره، شويه من الملح وشويه من الكمون. بس كده، هو دي اساس التوابل بتاعه السمك. لو عندك بهارات سمك تمام. وشويه من الخل كده، مع تقريبا كده معلقه صغيره ونص ليمونه. تمام. احطهم بقى في الكبه كده. لما عندكيش كبه ممكن عادي في الهون بتاع الهون بتاع الثوم العادي، بس انا ما عنديش هون. تخيلوا، ما عنديش هون، فانا قلت اعمل في الكبه. تمام كده. وبعدين ايه رحت جايبه سمك بقى فتحاه، شطفته من الليمون، وبقى ايه فتحته كده، ورحت حاطه بقى التتبيله كده ايه من بره ومن جوه من جوه كده. تمام عشان يتبل يبقى ريحته كويسه كده. الخضار بتاع السمك. قلت بالمره اجهز البصله بتاعه الرز. هنعمل النهارده ان شاء الله رز صياديه بالبصل والسمك البلطي. زي ما انتوا شايفين كده، قطعت البصل ده مكعبات كده صغيره، والباقي من البصل كانت بصله كبيره، رحت مقطعوها كده. تمام. بتنجز برضو بقى في الوقت، بتنجز في الوقت يعني. يبقى الخضار بتاع السمك بصل وخضرة شبت على خضرة، حوالي معلقتين كبار كده، وفلفل والجزر والطماطم. دول حبايتين ونص طماطم. تمام. تعالوا بقى نروح على النار. حطيت الطاسة اللي انا هعمل فيها الخضار، سخنتها وحطيت فيها زيت. وكمان حطيت على العين التانية عشان برضو انجز في الوقت ومش هطول عليكم في الفيديو. كمان حطيت الحلة بتاعة الرز على العين التانية، وبعد كده ايه حطيت زيت ورحت حاطه عليها البصل وهسيبها بقى. وانا بقى ايه بقلب في الخضار كده، حطيت عليه شويه من الملح، وهستنى لما البصله تدبل. تمام. احط عليها الفلفل يا جماعه. ما انا حاطه الفلفل مع البصل. تمام. احط الجزر.
على فكرة الجزر بيسكرها وبيخليها طعمها حلو. تمام. برضو ايدك برضو مع البصلة، ابدأ بقى احط يعني ايه حاجة اللي تحسي ان هي بتاخد وقت في السوا بتحطيها الاول. البصلاية تدبل، البصلاية مع الفلفل، بتحطي جزر، بعد ما الجزر يدبل بتحطي الطماطم والخضرة دي في الاخر. حطيت بقى التوابل طبعا ملحتها، شوية من الفلفل الاسمر، الكمون والكزبرة، تمام، والملح طبعا. حطيت الخضرة وابدأ بقى اقلب فيها، هي بدأت ان هي تدبل اهي. هنجيلها بقى على العين التانية واجيب ايه البصلة قدامكم اهي، بقولكوا ان هي كده خلاص تمام. هطفي عليها بقى، اسيبها تبرد عبال لما اعمل البصلة برضو هي بنات خدت لون دهبي، تمام، هو البني الغامق ده. هروح بقى احط عليها المية، كوباية مية كده على حسب برضو الرز. بصوا هو انا مش بعاير المية ولا الرز، انا بحط كده بالبركة والحمد لله الحاجة بتطلع مظبوطة. يعني مثلا ايه، لو انت مثلا ممكن انت اول مرة مثلا لسه بنتي مبتدئة ولا كده بتعايري الكوباية، شوية شوية هتتعلمي، تمام. انا عمري ما عيرت بالكوباية ابدا، هو ايه الواحد بياخد كده بالنظرة. حطيت برضو نجيت الرز وغسلته كويس، تمام. لما المية فرط يا جماعة كنت حاطة عليها ملح وكمون وفلفل اسمر وشوية كده صغيرة من الكزبرة، مش كتير، تمام. بتحطي بقى بعد ما تحطي الرز بتحطي بقى ايه عجل صباعك كده، لما اول عجلة كده، تمام، تضغطيها كده، تمام. الرز ان شاء الله يطلع مظبوط مظبوط وتسلم ايدك. هدي عليه بقى ايه واسيبه ان هو ايه لما يغلي هروح مهديه النار. تعالوا بقى نروح السمك نرصه في الصينيه. طبعا الصينيه دهنيها زيت، لو عندك ورق فويل يكون احسن يعني، انا بس ما عنديش عملت صينيه زيت، دهنتها زيت وايه، تمام. ورصيت كده السمك. هبدا بقى اجيب التتبيله كده ايه، احط كل معلقه على السمكه، كل معلقه من الخضار على السمكه. يلا بنات حطوا لي لايك واشتراك وقولوا لي ايه رايكم في روتيني النهارده، غسيل المواعين. الغدا اهوت الرز بسم الله ما شاء الله والسمك، وعملت كمان طبق من السلطه. يلا بقى اتفضلوا معانا. تمام. جربت طبق من الرز وابدا بقى ان اطلع سمكه كده. خلي بالكم يا جماعه عشان السمك يعني هو بصراحه يعني لزج، مش لزج في الصينيه جامد يعني، بس انا فضلت اعملهم الاحراف كده لما السمك الحمد لله طلعت معي. فانت لو عندك ورق فويل يعني ايه تحطها في الورق الفويل عشان مش تلزج معاكي في الصينيه طبعا، تمام. وبعدين السمك ما بياخدش وقت عشان برضو مش تسيبيه عشان مش ينشف منك، تمام. هو انا ما حسبتش الوقت قد ايه، فهو يعني ايه الواحد بيبص للسمك كده في استوت بيروح مطلع